قصتنا النهاردة يا حبايب قلبي قصة حلوة، حلوة جدا جدا. ويا رب يا رب تعجبكم زي ما هي عجباني. وطبعا زي ما عودتكم صاحبة القصة متابعة معنا هنا في القناة. يا ريت كلنا في التعليقات نقول لها تعمل ايه وتتصرف ازاي. ودلوقتي قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا بدعوكوا تعملوا لي لايك للفيديو واشتراك في القناة علشان أقدر يا حلوين أقدم لكم كل جديد. بتحكي صاحبة القصة وبتقول: أنا منال، عندي 45 سنة دلوقتي، وقصتي ما بدأتش من دلوقتي، قصتي بدت من 20 سنة. ووقت ما كان معايا وقتها 3 عيال وعرفت إن أنا حامل في توأم، ما كنتش عارفة أعمل إيه. حتى جوزي وقتها قال لي هنصرف عليهم إزاي، وقلت له مش عارفة، سيبها على ربنا وربنا يحلها. وفضلنا كده عايشين على الحال ده لحد ما جه يوم الولادة ودخلت علشان أولد. وقتها ربنا رزقني بولدين، لكن واحد منهم اتوفى وفضل ولد. والولد ده سبحان الله كان حلو حلاوة مش طبيعية، العيون الزرقاء والشعر الأسود وكل حاجة فيه كانت حلوة، حلوة جدا جدا، لدرجة إن أنا شكيت إن الولد ده اتلخبط وإن هم ادوني ولد مش ابني من كتر ما هو حلو. لكن اللي طمني شوية إن أنا محدش ولد معايا في نفس الوقت ده غيري أنا بس، وواحدة كمان خلفت بنت. وطبعا ده كان حاجة مستحيل تحصل فيها لخبطة. وفعلا فعلا خرجت من المستشفى، وبعديها جوزي راح عمل إجراءات الدفن بتاعت الولد الأولاني اللي هو يعني اتوفى، وفضل الولد التاني. ووقتها جوزي جه قال لي إن في 2 صحابه كلموه وعرفوا يعني اللي احنا فيه، وعرفوا إن المصاريف ساعتها علينا ضاقت قوي قوي. قالوا إن في أسرة كانت عاملة إعلان في الجورنال إن هما نفسهم يتبنوا ولد لأن هما مبيخلفوش، وكانوا سايبين. في يوم من الأيام لقيت باباه بيخبط عليا. أنا ما كنتش عارفة إن هو باباه، لكن كنت عارفة إن هو ده الراجل اللي خد ابني زمان، بالشبه كده شبهت عليه. وطبعا لما شفته افتكرته، قلت له اوعى تقولي إن ابني جراله حاجة. قال لي ابنك؟ هو انت مين؟ ووقتها قلت له وفكرت بنفسي. قال لي ده مستحيل، انت اللي متجوزة ابني. قلت له ابنك؟ ابنك ازاي وانت ما بتخلفش؟ قال لي ابني اللي اتجوزتيه ده يبقى اللي انا خدته منك من 20 سنة. ووقتها طبعا انا اتصدمت، وما كنتش مصدقة نفسي. يعني اللي حصل بيني وبينه ده حصل بيني وبين ابني؟ ازاي ازاي الكلام ده؟ ما كنتش عارفة افكر وقتها ولا كنت عارفة اعمل ايه. سبت البيت وفضلت ماشية في الشوارع بفكر في اللي حصل. ازاي ازاي انا ما حسيتش ان هو ابني؟ ازاي حتى بالشبه؟ ده ملامحه زي ما يكون هي من وهو صغير، ما اتغيرتش. ازاي انا هنساه؟ ازاي قدرت اعمل كده؟ وفضلت على الحالة دي وانا دلوقتي مش عارفة اعمل ايه عشان اكفر عن ذنبي، ولا عارفة ان انا فيه ده حلال ولا حرام. يا ريت كل اللي يسمع قصتي يقولي ويفيدني اعمل ايه واتصرف ازاي. انا والله ما كنتش عارفة ان هو، صدقوني ما كنتش عارفة. انا دلوقتي تعبانة وما بنامش من كتر التفكير. مش عارفة مش عارفة اعمل ايه. يا ريت تفيدوني وتقولولي على حل اعمل ايه واتصرف ازاي. وانا هستنى كل تعليقاتكم،
هاستناها وأقراها كلها.